عند فابريس كتلعب كرة عند كوني. هو الحكم كان قريب من العملية ويقول أن هناك خطأ لصالح فريق الوداد. شوفوا الإعادة، حكم رشيد بوالحواجب كان قريب من العملية. يكون هناك عملية التنفيذ عن طريق الولجي أم كوني. فرصة للوداد، تلعب كرة دايرية كوني كيزداد. بكاري كوني لمسة إفوارية غابت لمدة عادت في الديربي لتعطي الهدف الأول للوداد. الوداد يتقدم بالنتيجة بهدف مقابل لا شيء. حاول أكثر من مرة فريق الوداد عن طريق الاختراق، لكن عن طريق الكرة الثابتة طرح تساؤل هل ممكن أن تكون هي الحل بالنسبة للكرات الثابتة في هذه المواجهة. بالنسبة للوداد نعم، عن طريق كرة ثابتة سجل الهدف الأول بكاري كوني. إذا دقيقة 25 فريق الوداد كيفتتح تسجيل بهدف جميل عن طريق بكاري كوني. هدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء. كيف هي الأجواء بعد هذا الهدف وكيف يمكن أن تكون محمد فخير في حديث مع اللاعبين. وهنا لاعب من جديد، كرة لصالح فريق الرجاء. الجهة اليمنى شطيبي كيتلعب كرة في الجهة اليمنى عند الهاشمي كيرفع كرة دايرية البحث عن راسيو. الرجاء يعود عن طريق كوكو لتعديل النتيجة. هدف مقابل هدف. إذا هدف لصالح الرجاء يعادل من خلاله الكفة ليصبح أو تصبح النتيجة هدف مقابل هدف بين الفريقين. كوكو بعيدا عن مهاجمي الرجاء يعيد الرجاء إلى النتيجة. شوفوا الإعادة عن طريق عرضية من الهاشمي كيرفع كرة دايرية، وكوكو كان وحيد طليق في منطقة العمليات يسجل هدف التعادل. هدف مقابل هدف. إذا التعادل في هذه المواجهة، والوداد اللي كان متقدم في النتيجة أصبح متعادل الآن، واللي ضيع مجموعة من الفرص عن طريق مالك إيفونا. إذا الدقائق المتبقية كيف يمكن أن تكون الدقائق المتبقية. إذا جماهير الرجاء تسعد بهدف التعادل في هذا الأثناء. كرة عند بن رابح ترجع من جديد من رامي كيرفع كرة أمامية.